حكم اللاعب بالنرداشير؟ النرداشير هو النرداشير الكتروني يتكلم. النرداشير كما نعرفوا حنايا تكتيكه، سواء كانت الكترونيه يعني في الهاتف ولا حقيقيه يعني هو ورد فيها وعيد شديد. النبي علاش؟ لانها لعبه مبنيه على الحظ، وإحنا في الإسلام ما كاش حاجة واسمها الحظ. كاين بعض الناس هذه مقولة خاطئة، يقول لك والله كان معايا الحظ. كاش الحظ في الإسلام. الإسلام كاين قضاء وقدر، لا يمكن في هذا الوجود أن يكون الشيء إلا بقضاء الله وقدره. حتى الشيء الذي لم يوجده لم يريد الله أن يكون، كل شيء بقضاء الله وقدره. ما كاش حظ جاء خاطرش جاء، لا. وهذه اللعبة مبنية على هذا الحظ. يقول لك الحظ، لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها. ننبه إخواننا خاصة الأبناء واللي عنده أولاده يلعبوا بها. أسمع هذا الحديث تاع الإنسان اللي يلعب بالنرداشير. حديث في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرداشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير أو دمه. والحديث صحيح مسلم. كأنما صبغ، في رواية غمس يده في لحم خنزير أو دمه. هذا اللي يلعب بالنرداشير. وبعض أهل العلم بعضهم قال لك لا، قال لك هذا إذا كان يلعب به على جهة القمار، قال لك إذا ما قمرش به يجوز. لكن أنا نقول لك أخي الكريم، الأولى الإنسان أن يحتاط لدينه. هذه اللعبة ما تلعبوهاش، هذه اللعبة ما تلعبهاش، لا أنت لا أولادك، واللي تشوفوا فهموا. قل له هذا الحديث: من لعب بالنرداشير فكأنما غمس أو صبغ يده في لحم خنزير أو دمه.